السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع حضراتكم السلسلة المباركة الغزوات، ومعادنا مع غزوة حنين. بعد فتح مكة بأيام قليلة جدا اجتمعت قبائل هوازن وثقيف وغيرهم من القبائل بقيادة مالك ابن عوف النصري زعيم هوازن، وخيالهم وصل انهم مش هيبايعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الاسلام زي قريش، لا وكمان يقدروا يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين وينتصروا عليهم. والأهمية وجدية الموضوع أمر مالك بن عوف بكل تهور جنوده يجيبوا نسائهم وأولادهم وأموالهم ويخلوهم وراهم في المعركة كنوع من أنواع التحفيز والثبات. فهل يا ترى هتقدر الأعداد الكبيرة والدفعات المعنوية الغير مسبوقة دي في تحقيق أهدافها، ولا المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ليهم رأي تاني؟ تابع معايا الفيديو وبتمنى لك مشاهدة ممتعة. نبدأ على بركة الله مع غزوة حنين أو هوازن سنة 8 هجرية. اسم الغزوة غزوة حنين. امتى؟ في شهر شوال سنة 8 هجرية. المكان وادي حنين، حوالي 40 كيلومتر من مكة المكرمة. أطراف الغزوة المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ضد مشركي قبائل هوازن وثقيف وحلفائهم. الأسباب: بعد فتح مكة زادت قوة المسلمين بشكل كبير جدا، فخافت قبائل هوازن وثقيف على نفسها لا يجي عليهم الدور، وخصوصا انهم قريبين جدا من مكة، وان خضوعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اصبح مسألة وقت. فقرر زعيم هوازن انه يسبق بخطوة، فاجتمع بزعماء القبائل اللي جنبه زي قبائل ثقيف ومضر وجشم وبنو بكر وبعض بني هلال، وقرروا يخرجوا لقتال المسلمين والقضاء عليهم. ولأن الأمر ده كان مهم جدا ومصيري، أمر مالك بن عوف جنوده بأمر غريب جدا، إنهم يحضروا نسائهم وأولادهم وأموالهم وراهم في المعركة لتحفيزهم وتذكيرهم بأنهم لو كسبوا هيكسبوا كل شيء، ولو خسروا هيخسروا كل شيء. ولما وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي عشان يتأكد من الخبر. ولما رجع الصحابي الجليل وأكد للنبي صلى الله عليه وسلم إن هوازن خارجة عن بكرة أبيها بالرجال والنساء والأطفال والأنعام، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وأمر بتجهيز جيش الإسلام والخروج لملاقاة المشركين من قبائل هوازن وثقيف في وادي حنين. وترك في مكة أول أمير عليها الصحابي عتاب ابن أسيد. عدد المسلمين 12,000 صحابي، منهم 10,000 من الأنصار والمهاجرين وقبائل بني سليم وغيرهم من الجيش الإسلامي اللي فتح مكة، بالإضافة ل2000 من أهل مكة اللي أسلموا بعد الفتح. حامل لواء المسلمين سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أحداث الغزوة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لغاية ما وصلوا وادي حنين، والأول مرة بيتسلل شعور العجب والثقة الزايدة لنفوس بعض الجنود في جيش الإسلام، وابتدوا يرددوا جملة لن نغلب اليوم من قلة. وده طبعا بسبب زيادة العدد والعتاد والكفاءات العسكرية الموجودة بين صفوف جيش المسلمين، لأن والأول مرة يخرج بعدد 12,000 جندي، ويضم بين صفوفه قيادات زي خالد بن الوليد
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب والحباب بن المنذر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من العمالقة العسكريين. ومع ذلك مفيش ما يمنع أبدا إن الجمع ده ياخد درس رباني في مادة التربية القلبية. ولأن وادي حنين كان له طبيعة خاصة، لأن أرضه وعرة ومش مستوية، وكانت قبائل هوازن وثقيف حافظة كل شبر فيه، ولأن الناس دي كانوا خبراء في الحروب وأساتذة في التكتيكات والخطط العسكرية، وعشان كده وصلوا الأول وعسكروا في بطن الوادي، واستخدموا نوع جديد من الخدع في حربهم ضد المسلمين، وهو نصب الأكمنة في أماكن كتير على طول وأجناب الوادي. وكان الكمين عبارة عن مجموعة من الجنود اللي مستخبيين ورا شجرة أو ورا صخرة أو فوق تل عالي شوية، بيخرجوا في وقت مناسب بالسهام والنبال ويمطروا بيه الطرف الثاني بشكل مفاجئ وسريع. أما المسلمين فعسكروا فوق على هضبة عالية من وادي حنين. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كتائب المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، لكن المكان العالي ده صعب شوية من قدرة المسلمين على استطلاع ومراقبة العدو، فاضطروا للنزول. وكان في مقدمة جيش المسلمين كتيبة بنو سليم اللي وقعت في كمائن هوازن، وهنا ارتبك جيش المسلمين نتيجة الهجمة الشديدة المباغتة وكمية السهام اللي ورا بعض ناحيتهم، فعمت الفوضى في صفوف كتيبة المسلمين، وتراجعوا وانسحبوا بعد ما شافوا قائدهم سيدنا خالد بن الوليد بيتصاب بإصابات قوية. في التوقيت ده استغل جيش المشركين الفرصة وهجم على جيش المسلمين اللي تراجع وابتدى يهرب في اتجاه مكة. مشهد جديد ومش معتاد من المسلمين. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي وسط الهرج والمرج ده بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه، وبشجاعة القائد الملهم يقف سيدنا محمد في ميدان المعركة وينادي ويصيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نصرك الذي وعدت. وكان النداء ده وحده كافي لتثبيت المسلمين وبث روح الإيمان في قلوبهم من جديد، وآدت فيهم من تاني شعلة الجهاد. ده غير أن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لنبيه وأرسل جنوده لمساعدة المؤمنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ورجع المسلمين للقتال بهمة وحماس لدرجة انهم في لحظات قدروا يحققوا النصر ويهزموا العدو اللي انسحب وترك ارض المعركة ومعاه زعيمهم مالك ابن عوف. شوية منهم هربت للطائف والباقي هرب لوادي قريب من وادي حنين اسمه وادي أوطاس، بعد ما سابوا وراهم كل اللي يملكوه من مال ونساء وذرية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يكتفي بالغنايم والسبايا، وقرر يطارد المشركين اللي هربوا للطائف في غزوة الطائف. نتائج الغزوة والدروس المستفادة منها. غزوة حنين كان ليها دروس ونتائج مهمة جدا منها: 1. العزة والنصر والتمكين فقط من عند الله عز وجل، وليست بقلة العدد كما كان في غزوة بدر أو بكثرة العدد كما كان في غزوة حنين. 2. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وقت الشدة وكفاءته كقائد عسكري لملم شمل جنوده وردهم إلى ميدان المعركة من جديد. 3.
توسع مساحة الدولة الإسلامية وزيادة نفوذها وقوتها في جزيرة العرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.